البحث العلمي هو ذلك التحدي الحقيقي لمصر في المرحلة المقبلة، مرحلة إعادة بناء الدولة المصرية العصرية على أسس من البحث العلمي. فلا تنمية اقتصادية ولا اجتماعية بدون الاقتناع بأهمية البحث العلمي ومشاركة القطاعات الحكومية والخاصة في دفع ودعم البحث العلمي وإزالة كافة المعوقات. وإذا كنا نعتبر أن البحث العلمي هو جزء من الجهاد المقدس، فإننا نؤكد أنه في مرحلة سابقة حملنا أمتعة وأسلحة ذلك الجهاد المقدس، إلا أنه سرعان ما ألقينا بهذه الأسلحة من أجل أسلحة أخرى، هي أسلحة الجهل والتخلف، أسلحة البحث عن الثروة والمال والنفوذ. ولكي نقف على حقيقة الوضع البحث العلمي في مصر، فلا بد من المقارنة بدول أخرى تعيش نفس حياتنا وناتجنا القومي. ففي مصر في العام 2009 كان الدخل المصري 182 بليون دولار، حققت براءات بلغت 321 براءة اختراع، منها 38 براءة اختراع للمصريين، أكرر إنها كارثة، 38 براءة اختراع للمصريين، والباقي لأشخاص وشركات أجنبية لجأت إلى أكاديمية البحث العلمي وسجلت براءات اختراع. وقيل يومها أن هناك عدد لا بأس به من الأشخاص الذين تقدموا للحصول على براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمي من الإسرائيليين. وأما نسبة الإنفاق الحكومي آنذاك على البحث العلمي فلم يتجاوز 0.2%. على نفس السبيل في ماليزيا حقق الدخل القومي في العام 2009 نحو 193 بليون دولار، وبنسبة إنفاق حكومي على البحث العلمي نحو 61%، بما يعني زيادة 3 أضعاف ما أنفقته مصر. فحققت ماليزيا في هذا العام 2009 نحو 2086 براءة اختراع. أما سنغافورة والتي حقق الناتج القومي في العام 2009 نحو 182 بليون دولار بإنفاق حكومي 2%، بما يعني زيادة 10 أضعاف ما أنفقته الحكومة المصرية، فحققت 5609 براءة اختراع. ليس هذا فقط، ولكني أؤكد أن إسرائيل أنفقت من ناتجها القومي ما يزيد على 3% من الناتج القومي، مما جعلها تحتل قائمة دول العالم في مؤشر جودة مراكز الأبحاث في العالم. ليس هذا فقط، ولكن في إطار تراجعنا تقدمت دول أقل منا سكانا ومساحة وتاريخا أيضا، فإذا بقطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا، تليها المملكة العربية السعودية، بينما تقبع مصر في المركز 12 بعد 100، أكرر في المركز 12 بعد 100 من بين 142 دولة حول العالم. هذا يجعلنا نقول ونحن مطمئنون، نسأل ضيفنا: هل البحث العلمي في مصر مرفوع مؤقتا بناء على طلب النظام والسلطة؟ أرحب بضيفي الدكتور ماجد الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي. مرحبا. أهلا وسهلا. في البداية وقبل أن نتحدث عن هل البحث العلمي مرفوع مؤقتا من الخدمة؟
الحقيقة أسأل في شيء آخر. ما إن أعلن عن أن ضيفنا هو الدكتور ماجد الشربيني، حتى تلقينا مجموعة من الاتصالات تقول لماذا تستقبلون وتستضيفون أحد رموز النظام السابق، إشارة إلى ماجد الشربيني الذي كان أمينا لتنظيم الحزب الوطني قبل لا الحقيقة أنا مش أمين التنظيم الحزب الوطني أكيد يعني. أنا أعرف نفسي أنا الدكتور ماجد مصطفى الشربيني، الثاني مستشار. لكن هل هذا التشابه أحدث لك أزمة؟ أحدث أزمات، مش أزمة واحدة. على سبيل المثال أقربها يوم الثورة نفسها، بعد الثورة بأيام لما أعلن إنه ماجد الشربيني هو أمين التنظيم الجديد. اتصلوا بي من إحدى القنوات الفضائية في الإمارات، وقال إحنا عايزينك تدخل معنا مداخلة كالعادة في أي موضوعات يعني. وبعد ما طلعنا على الهواء ومعانا دلوقتي امين الحزب الوطني الدكتور ماجد الشربيني وانا على الهواء، فقلت لهم مش انا طبعا، انا رئيس اكاديميه البحث العلمي وماليش علاقه بالحزب الوطني على الاطلاق. فكان موقف محرج جدا الحقيقه. هل كانت هناك محاولات اعتداء عليك باعتبار او تهديدك باعتبارك امينا للتنظيم؟ هو الحقيقه كان في لبس عند بعض الناس طبعا مؤكد، وكان صوري بتتحط مطرح الصور بتاعته، كان في ناس عندها كتير لبس في هذا الموضوع. لكن كان عندنا ازمه كانت موجوده في الاكاديميه من الطلاب اللي هم الحاصلين على ماجستير ودكتوراه، وكان في بعضهم معتقد ان انا امين الحزب، لكن الحمد لله يعني اعتقد كلهم حاليا اصدقائي وكلهم يعرفوني جيدا وعارفين ان انا ساعدتهم قد ايه، فالحمد لله رب العالمين تيقنوا من الحقيقه يعني. هل ما زال الامر حتى الان؟ حاليا في اطار الدعابه فقط، لكن الحمد لله ما فيش مواقف حصلت بقالنا فتره يعني الحمد لله. لكن هل التقيت المستشار ماجد الشربيني؟ انا التقيت به مرتين في حياتي، منهم مره في المطار وده كان من حوالي 5 سنوات تقريبا، وكان ساعتها هو حاجز على نفس الطياره انا رايح فيها، وانا جيت بدري فخدت الكرسي، وبعدين بعد كده هو جه لقى الكرسي بتاعه الحجز بتاعه اتلغى، فطبعا عمل ازمه. لكن لان تشابه الاسماء برضه زي ما قلت لحضرتك، لكن انا ما كنتش اعرفه خالص ساعتها يعني، ده كانت اول مره يحصل لقاء. والمره الثانيه؟ المره الثانيه كانت اعتقد كان في احد الافراح، لكن ما فجيت اتعرف عليه يعرف بقى شكل الشخص نفسه شكله ايه. هل دار بينكما حوار؟ لا خالص، بس هو كان عايز يشوف شكل الشخص اللي هو اسمه شبه اسمه يعني. فليذهب ماجد الشربيني الى حيث يشاء، ومرحبا بالدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديميه البحث العلمي. ونسال السؤال: هل البحث العلمي في مصر مرفوع مؤقتا من الخدمه بناء على طلب السلطه والنظام؟ الحقيقه حضرتك يعني وضعت في المقدمه وصف تفصيلي قوي جدا ومقارنه بيننا وبين الدول المشابهه لنا، سواء في الدول الاسلاميه زي ماليزيا او في الدول الاخرى زي سنغافوره او حتى في الدول المعاديه لنا زي اسرائيل. لكن الحقيقه لازم نعرف ان احنا كنا زمان في الفتره اللي هي الخمسينات والستينات كان عندنا في البحث العلمي كان بيتصرف عليه 1.2% من الدخل القومي، وبعدين فجاه في بدايه السبعينات حصل انهيار شديد جدا ونزل الى 2% واصبح. الى ما تعزو ذلك؟ لانه عدم اقتناع القياده السياسيه باهميه البحث العلمي في الوقت دوت، وبالتالي فضلت البحث العلمي عند 2% دي لمده 12 سنه تقريبا. بعد ال 12 سنه دي بان بقى وخدنا احنا الوضع اللي هو موجود انه كلمه البحث العلمي مرفوع من الخدمه، وبدا يحصل تحول شويه ودراسات. الكلام ده كان في بدايه 2004 2005، وشفنا دول العالم المختلفه ايه اللي تم فيها، ازاي نهضت وازاي عملت تجارب ونجحت وازاي عملت تجارب وفشلت. درسنا حوالي 78 دوله ونعرف منهم تجاربهم ايه، وبدا يتحط بدايه الخريطه والتحرك في البحث العلمي. خدت وقت لغايه لما وقفت المنظومه لغايه 2008 تقريبا. في 2008 بدا يكون في تحرك شويه لايجاد جزئين جداد: مجلس اعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق للعلوم والتنميه التكنولوجيه. وبدا التفكير في ان الاكاديميه احتمال تكون دورها مش قايم بشكل جيد، لغايه لما انا توليت الاكاديميه في 2010. وفي 2010 لما تعرفت على منظومه الاكاديميه من الداخل لقيت انها دورها محوري وكبير جدا، ومحتاجه ان احنا نستعيد دورها بشكل كبير جدا. تستعيد دورها؟ ما هو نتيجه بقى المرفوع من الخدمه الاكاديميه انزوت في غياهب الجب زي ما بيقولوا، ودورها بدا ينحصر في حاجات قليله رغم انها هي العمود الفقري للبحث العلمي. وبالتالي الحمد لله خلال ال3 سنين اللي فاتت قدرنا نرجع الاكاديميه دورها
ومحاورها كلها بالكامل وانشطتها بقت قويه وقدرت انها تعمل تاثير الحمد لله رب العالمين في المجتمع. هذا فيما يتعلق بالأكاديمية والعاملين في الأكاديمية، ولكن المناخ، البيئة، وعلاقة هذه البيئة بالعلماء، خاصة أن العلماء كانوا في هذه الفترة يلجؤون دائما إلى الهجرة خارج مصر. تمام. عرفك النهارده البحث العلمي عشان يقدر يزدهر وينشط لازم يكون في كذا عامل اساسي موجودين. لازم الاول نفهم البحث العلمي بيطلع منه ايه المخرجات بتاعته، ازاي المجتمع يشعر بالبحث العلمي. البحث العلمي كان في الوقت اللي كنا بنتكلم فيه مفهوم الخدمه كان دوره الوحيد ان هو ينتج بحوث، والبحوث نترقى بيها في الجامعات والمراكز البحثيه ونقف على كده. والصناعه كانت عباره عن تجاره، والتجاره اتحولت لصناعه، وبالتالي ما فيش احتياج للبحث العلمي. فالصناعه في اتجاه والبحث العلمي في اتجاه، ودور الباحثين كان مقتصر على ان يعمل بحوث، والبحوث دي للترقيه ولا اكثر ولا اقل. لما بدانا نشعر ان ده خطا، وان دوره العلوم والتكنولوجيا لازم تكتمل زي الدول اللي اتعملت تقدم، كان لازم نعرف ايه المخرجات الاخرى المطلوبه. مش بس البحث ان هو المنشورات العلميه، ودي مهمه جدا برضه، يعني ده لازم نعتمد ان دي احد المؤشرات القويه اللي دول العالم تعرف احنا بننتج ايه علميا، وتعرف نشاطنا عن طريق المنشورات العلميه. ثم بيلي ذلك براءات الاختراع زي ما حضرتك شرحت دلوقتي وهنشرحها بالتفصيل. ثم بيلي ذلك النماذج الاوليه اللي بتقنع المستثمرين، اللي تقنع قطاع الاعمال، اللي بتقنع المجتمع ان دي حاجه ليها قيمه ويجب ان احنا نصرف عليها، الى ان تصل الى منتج نهائي. يبقى اخر حاجه كمخرجات بحث علمي هو المنتج النهائي. لما يكون في منتج نهائي بينزل للسوق والمجتمع يشعر بيه، ساعتها بيشعر ان البحث العلمي قام بدوره وقدر يحل له المشاكل بتاعه المجتمع. احنا دوره العلوم والتكنولوجيا الرباعيه دي كانت واقفه عند البحوث المنشوره. لكن هل تغيرت هذه المنظومه؟ نقول بقى المؤشرات اللي توضح هل في تغيير ولا مفيش تغيير، وايه اللي ناقص، عشان برضو احنا زي ما بنقول ما احناش كل الدنيا سودة ولا كل الدنيا بامبي زي ما بيقولوا يعني ورديه، يعني في تحرك بيحصل. حضرتك ذكرت ان احنا 2% في 2009، ده حقيقي. كنا 2% في من الدخل القومي. النهارده احنا السنه اللي فاتت بعد الثوره حصل زياده قويه جدا تضاعفت الى 4%، ثم وصلنا ل 6%، والسنه دي تم وعدنا ب 8%. بس انا اعتقد ان السنه الماليه الحاليه اللي هي 2012 2013 مش هنقدر نوصل الى ال 8%. فده في خلال 3-4 سنين اصبحنا من 2% الى 8%، يعني قرب اللي بتصرفه تقريبا او فوق ما بتصرفه ماليزيا. لكن احنا النهارده عشان نقول البحث العلمي مفعل بقوه لا يجب ان يقل نسبه الانفاق بتاعتنا عن 2% من الدخل القومي. بس النهارده لو اعتمدنا فقط على الحكومه هي اللي تصرف ال 2% دي، يبقى هنقعد مده طويله جدا. احنا عايزين نعمل طفره قويه الفتره الجايه، فمحتاجين ال 2% دي تبقى جزء منها من الحكومه، وجزء منها من القطاع الخاص، وجزء منها من المجتمع المدني. حضرتك ذكرت اسرائيل وذكرت الدول الاخرى. حضرتك لو تعرف ان اليابان مثلا بتصرف حوالي 3.8% من الدخل القومي، ودخلها كبير مش قليل. 8% من 3.8 جايه من الحكومه، و3% جايه من القطاع الخاص. فلازم برضو لما نقول مقارنه بيننا وبين الدول الاخرى نعرف ان القطاع الصناعي قد ايه بيساهم في البحث العلمي. الايمان المطلق بان البحث العلمي هو اللي بيجيب له السوق الجديد، وهو اللي بيقدر يخليه يحصل فيه تنميه. لذلك عندما اتحدث عن البحث العلمي كاجراء علمي اتحدث قبله عن تغيير العقليه، تغيير المناخ، ورؤيه المجتمع للعالم. تمام. السؤال: هل تغيرت الرؤيه المجتمعيه للعالم المصري الان؟ عشان السؤال ده يعني سؤال عميق جدا، واجابته لازم نبقى عارفين احنا وضعنا ايه بالظبط كمناخ. لان حضرتك زي ما قلت ووصفت بدقه انه المناخ اللي بيعيش فيه العالم هو الاساس اللي بينتج الابتكار وينتج العبقريه وينتج المخرج. فاذا كان المناخ اللي هو عايش جواه سيء عمره ما هيقدر يكون منتج. والدليل على كده ان العلماء المصريين لما بيطلع من البيئه المصريه ويطلع الى بيئه في اي دوله في العالم توفر له العناصر اللي هي المهيئه تخليه بينتج بشكل مبدع بشكل كبير. فبالتالي احنا عندنا حصل بعض التطور في هذا. هل وصلنا للبيئه الكامله؟ لا، لسه مش دلوقتي. ايه التطور اللي حصل الفتره اللي فاتت؟ زياده دخل الباحثين عن طريق الجوده عن طريق بدل الجامعه عمل طفره. الطفره دي يعني تعتبر معقوله،
لكن ما هياش تقابل التوقعات والامال اللي احنا عايزينها تبقى موجوده، توفر عيشه كريمه للباحثين. توفر ماذا إذا كان بذل التفرغ لطالب الماجستير لا يزيد عن 1000 جنيه؟ ده حاجه ذكر 1000 جنيه ده مبلغ كويس. ده في طلاب منح اللي بياخدوا 40 جنيه لغايه قريب، 40 جنيه. ونتحدث عن نهضة في البحث العلمي. احنا بنتكلم ما هو لازم حضرتك يكون احنا النهارده ظروف بلدنا الاقتصاديه، يعني لما يكون فيها زياده بتبدا تحصل حتى لو تدريجيه، لانها تهدف لانها تعلي مستوى الدخل للباحث. اعتقد ده مؤشر جيد. في ال 12 سنه اللي كنا بنتكلم عليهم زمان ما كانش فيه تحرك على الاطلاق، كان مرتبه ثابت. انا فاكر حضرتك كويس قوي اول ما تعينت في جامعه القاهره كان الدخل بتاعي 90 جنيه في 84. قعدت على 90 جنيه دي فوق ال7 سنين، ما زادتش كل سنه غير 6-7 جنيه، فتره طويله جدا. هل كان ممكن بني ادم يقدر يعيش الفتره دي ايامها ب 90 جنيه ويقدر يعمل بحث ويقدر يفتح بيت؟ النهارده احنا لكن كانت رؤيه المجتمع للباحث او العالم، رؤيه للعالم، رؤيه مختلفه. اليوم الرؤيه احنا ما ده اللي نتمناه النهارده. انا عندما يحصل الدكتور ماجد الشربيني على جائزة اليونسكو عن مجمل أعماله وتمر وهو رئيس أكاديمية البحث العلمي مرور الكرام ولا يسمع بها أحدا، إذا البنية الأساسية والمناخ والرؤية المجتمعية للعالم المصري لم تتغير. فيها تغير بس مش بالدرجة اللي احنا عايزينها. يعني زمان كان العالم ليه مكانة كبيرة جدا، ثم المكانة دي اختفت خالص، ثم بتعود على أن يؤدي ذلك إلى غصة في قلب الدكتور ماجد. اكيد حضرتك انت النهارده لما تكون بتبذل مجهود والعالم كله بيعرفه، انت المجتمع اللي حواليك مش حاسس بيه، اكيد بتبقى متضايق. مش بتكلم عن نفسي، بتكلم على اي عالم اخر. اكيد لما تكون حضرتك عالم في جامعه من الجامعات ويكون العالم كله بيعرف ان انت مشهود لك بالكفاءه وان انت راجل متقدم جدا في هذا التخصص، وزمايلك في الجامعه مش هقول لحضرتك في مصر مش عارفين عنك حاجه، ده حاجه بتبقى محزنه جدا. مهمتنا ان احنا ندور على الكفاءات دي، مهمتنا ان احنا نبرزهم للمجتمع، مهمتنا ان احنا هم دول اللي يكسبوا وهم دول اللي يكتسبوا الدعم بتاعنا. ده المطلوب، ان احنا دايما نقف جنب علمائنا اللي عندهم هذه النوعيه. والحمد لله رب العالمين ده احد ادوار الاكاديميه، ان احنا عندنا خرائط موجوده نقدر نعرف بيها مين الباحثين الممتازين، نشاطهم عامل ازاي، تواجدهم على الساحه العالميه شكله ايه، وهو ده اللي على اساسه بنديهم التمويل، وهو ده اللي على اساسه بنديهم التكريم. احنا عندنا في الاكاديميه بندي جوائز، والتكريم بتاعنا جوائزنا حاليا في الاكاديميه على مدى 3-4 سنين جوائز مبارك ما زالت مسمى باسم الرئيس السابق. لا مش مسمى باسم الرئيس السابق، بعد الثوره مباشره طلع تغيير قانون ووجد القانون بالفعل وسميت الجائزه جائزه النيل، تحولت من جائزه مبارك الى جائزه النيل، والرئيس مرسي السنه دي اداها على مدى ال3 سنوات السابقه. النهارده في عيد العلم، وعيد العلم يعتبر تكريم للعلماء وتحفيز لهم، وانا اعتقد ان احنا هنستمر في هذا الدور، لان ده شيء مهم جدا. ان حضرتك لما تكرم العالم في وسط زملائه وسط اولاده واحفاده قدام اعلى سلطه في البلد، دي بتبقى بالنسبه له تكريم كبير وتديله وسام، فده شيء مطلوب. لازم المجتمع يشعر بالعالم. لكن دكتور ماجد، هل استطعت استعاده اكاديميه البحث العلمي من سارقيها؟ احنا يعني هو من لا يقولش عليها سرقوها، نقول عليها اللي نسيوها، اللي يعني اتنست شويه الاكاديميه، لكن ودورها. والحقيقه كان يعني هتكلم على حاجه بسيطه جدا، كان تمويل الاكاديميه لما استلمتها كان 15 مليون جنيه. السنه دي الحمد لله رب العالمين تمويل الاكاديميه 165 مليون جنيه، ونتمنى انها تزيد وتبقى في زياده. رقم زهيد بس مهم بنعمل ايه بالمبلغ ده. يعني النهارده ال 165 مليون دول بنصرفهم على ايه؟ بنحط كل قرش في مكانه الصح عشان ناخد منه عائد. نصرف على الحملات القومية اللي تدينا عوائد بالمليارات لما نشتغل في المحاصيل الاقتصادية. نصرف على المبتكرين، يعني لازم نحط تمويلنا عشان احنا عارفين قلة المصادر التمويلية الموجودة وعصرة الدولة الموجودة في الوقت الحالي، فلازم نستغل كل ما هو عندنا بشكل جيد ونضعه في المكان السليم، ونضمن ان هو يكون ليه مردود وليه نتائج. باعتبار ان البحث العلمي دائما يأتي بقرار سياسي. تمام. أسأله، السلطة الحالية هل هناك رؤية سياسية لضرورة انهاض واستنهاض البحث العلمي؟ مؤكد
بعد حضرتك، انا مش هستشهد بنفسي ولا بكلامي، حضرتك بص مجلة تايم الامريكية كتبت بعد الثورة بحوالي 5 شهور وحطت على الغلاف بتاعها الرئيسي علم مصر وعلامة النصر، وقالت البحث العلمي في مصر بدأ ياخد اهتمام قوي وبزغ فيها هذا النشاط. والحقيقة نقدر نقول ان السنة دي حتى الميزانية الوحيدة في الوزارات كلها اللي زادت للبحث العلمي هي اللي زاد اكتر واحدة، فده يعتبر مؤشر بالنسبة لي قوي. بس مهم بقى حضرتك اهم حاجة ان يفضل هذا المؤشر مستمر ولا يقف. احنا النهارده نقف عند 6/10 ونتوقف. لكن دائما في انتظار قرار الرئاسة. قلت انك تقدمتم بدراسة عن تنمية سيناء وقناة السويس والساحل الشمالي الى رئاسة الجمهورية ولم ترد حتى اللحظة. لا هو طبعا حضرتك ما قصة هذه الدراسة وماذا بها وما حضرتك النهارده لو بنتكلم على هو مش انا مش ماجد الشربيني كشخص تقدم بيها، الأكاديمية علمائها بمجالسها النوعية. طب عملوا دراسات كتيرة. الأكاديمية الحقيقة فيها 15 مجلس نوعي من مجالس الفكر، كل مجلس فيه 15 عالم، والعلماء دول مع بعض بيقدروا ان هم يحطوا الخرائط الطريق واستراتيجيات وتحديد الأولويات للدولة كلها. بالتالي من احد المحاور الرئيسيه والدوله مهتمه بيها جدا خلال الفتره اللي جايه هو محور تنميه قناه السويس، لتشمل قناه السويس نفسها زائد الاراضي الجانبيه على الناحيتين ومحور التنميه فيهم. الدراسات الموجوده عندنا كلها قدمناها الى وزاره الاسكان لان هي المسؤوله عن اداره هذا الملف، وبالتالي حاليا هم بيحطوا القواعد والقوانين المنظمه لهذا الموضوع، لانه كان في محاولات سابقه وباءت في الفشل في وقت طويل قبل كده زمان. لكن النهارده هم التفكير بتاعهم ان يحاولوا يحطوا منظومه محكمه تقدر انها تطبق كل اللي احنا بنقول عليه، من ناحيه ان انت ما تبقاش العمليه عمليه عبور فقط، لكن ايضا تشتمل على ان المراكب تتوقف وتدخل في مواني سليمه وتقدر انها تتزود بالوقود، تتزود بالغذاء، تتزود بكل شيء ده يعمل دخل للشعب المصري، تقدر انها تنزل. وتم تشكيل هيئة استشارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق. لا اعتقد هي الموضوع يتخطى الهيئة الاستشارية بكتير، يعني هو المطلوب ان يكون في هيئة بيرقصها بوظيفة نائب رئيس وزراء ويقدر انه يحط منظومة كلها متكاملة. انا اعتقد ان القانون بتاعها قرب يطلع للنور، فلما ده يطلع لو ما حصلش بقى بعدها حاجة تبقى كارثة. وهذه اسباب انسحاب اللجنة الاستشارية. الاسباب الحقيقية اللي وراء الانسحاب او غيره الحقيقة انا ما عنديش خلفية عنها يعني. لا أنا لا أتحدث عن معرفة الدكتور ماجد الشربيني بالأسباب، ولكن أقول أن القانون المزمع مناقشته في مجلس الشورى هو الذي أحدث ذلك الخلاف ما بين الإخوان والهيئة الاستشارية. حضرتك مؤكد أي مشروع في الدنيا بيبقى فيه رؤى مختلفة، لكن المهم اللي في الآخر يتم عمله ويعدي القانون في مجلس الشعب ويعدي القانون امام الجميع بكل شفافيه، لازم يراعي مصلحه الشعب، وده من المؤكد هو اللي هيكون الحكم الرئيسي، ليس طرف ضد طرف. يعني دي مشروع قوي يخلي دخل مصر يعلى من 5.5 مليار الى مئات المليارات. وتنميه سيناء ده شيء مهم جدا وحيوي، واحنا الحقيقه بنعمل مجهود كبير جدا في تنميه سيناء. يعني احنا عندنا الفتره الجايه ان شاء الله احنا بنتكلم على مؤتمر او تواجد على ارض سيناء نفسها يوم 9 مايو، وهيبقوا موجودين في شمال سيناء وجايبين كل المخرجات اللي عملها علمائنا بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، وبنضعها قدام الجميع وبنضعها قدام المجتمع السيناوي عشان نستفيد بيها. على سبيل المثال حضرتك مثلا ان احنا عاملين جهاز جديد يقدر ان هو ياخد البخار الميه من الجو ويحوله الى ميه نشربها، ميه ساقعه، من غير ما يكون متوصل باي حاجه فيها خراطيم ميه ولا شيء. يعني بناخد من الجو بنطلع ميه، بيطلع 30 لتر ميه في اليوم، وده ابتكار احد علمائنا في اكاديميه النقل البحري. عندنا برضو تطوير بحيرة البردويل اللي هي بحيرة مساحتها 165,000 فدان، وكمية الانتاج السمكي بتاعها انتاج ضعيف جدا، فاحنا بنرعى بقوة ازاي نعمل تنمية لبحيرة البردويل ونعلي الثروة السمكية اللي هي معروفة على مستوى العالم قد ايه هي بحيرة نقية، قد ايه السمك اللي بيطلع منها ليه طعم جميل، ومعروفة في اوروبا باسمها بردويل فيش. سمكة بردويل دي ليها سعر لوحده. عندنا زراعة القمح في بسلالات قوية جدا. العدس اللي هو كانت مصر بتصدره للعالم كله
اللي احنا بقينا بنستورده في الوقت الحالي. سمعت على هذه المشروعات، ولكن اتحدث عن تنمية سيناء ثم تنمية الساحل انا الشمالي. بتكلم حضرتك على العدس في سيناء بالذات، في سلالة اسمها سيناء 1 وسيناء 2. بنتكلم حضرتك على ازالة الملوحة من الابار الموجودة، معدات مخصوص تزيل الملوحة من الابار اللي في سيناء. يعني اقصد حضرتك بدون من نطيل في هذا، عدد من المخرجات اللي بيستفيد منها المجتمع السيناوي بقوة عشان يقدر يعمل بيه تنمية. وده المطلوب، ان احنا نكون واقفين، علمائنا يبقى دايما واقفين بيحلوا مشاكل المجتمع، وواقفين داخل الميدان زي ما بيقولوا، زي ما حضرتك قلت الجهاد في الاول. عجبني قوي كلمه الجهاد اللي حضرتك قلتها في الاول، الجهاد المقدس. الجهاد المقدس في ان انت البحث العلمي بالنسبه لك حياه او موت. ما هوش احنا وتحدثت ايضا عن هذه الدراسه، وقلت انها تتعلق ايضا بتطهير سيناء او الساحل الشمالي من الالغام، خاصه ان في مصر ما يزيد على 18 مليون لغم. تمام. احنا طبعا عشان تحصل تنميه في منطقه كان فيها حرب قبل كده، والخرائط بتاعتها ادت انها اندثرت، جزء منها موجود والالغام اتحركت من مكانها. مش ممكن تقدر تعمل تنميه في الساحل الشمالي من غير ما تزيل كل هذه الاخطار. فتعددت الابحاث في هذا المجال، لكن المهم في هذا الموضوع هو التنميه الحقيقيه اللي تتم في منطقه الساحل الشمالي. هل تأذن بمداخله مع الدكتور ابو دهب، محمد ابو دهب، استاذ بكليه الزراعه جامعه القاهره؟ السلام عليكم دكتور ابو دهب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور ابو دهب. الو. السلام ورحمة الله وبركاته. فنحاول الاتصال به مرة اخرى. الساحل الشمالي حضرتك كان في تغير مناخي كبير جدا تم. كان زمان المنطقة ديت هي سلة القمح لأوروبا كلها، كان بيتزرع فيها الرومان زمان في منطقة الساحل الشمالي، كل القمح اللي بيغذي أوروبا بالكامل. نتيجة التغيرات المناخية اللي تمت في المنطقة عندنا على مدى السنين العقود اللي فاتت، كان بينزل المطر حوالي 500 ملم مكعب في السنة. النهاردة وصلنا إلى 80 و90 ملم مكعب في السنة. أدى إلى عدم إمكانية زراعة القمح في هذه المنطقة. فبالتالي لازم البحث العلمي هنا يوفر طرق جديدة تقدر من خلالها ان حضرتك تستزرع هذه المنطقة وتعمل بها تنمية في الساحل الشمالي، ثم تنقل جزء كبير جدا من الموجود في الوادي الى هذه المنطقة ان شاء الله. قلت ان الاكاديمية تقوم على 3 مشروعات رئيسية وعملاقة، وهي ممر التنمية والطاقة الشمسية والثروة السمكية. يعني هو احنا بنقول دول ال3 مشروعات دول. استاذنك يكون معنا الدكتور ابو دهب. دكتور ابو دهب، محمد ابو دهب، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور ابو دهب، محمد ابو دهب، كان طريقا للباحثين. فلتكن معنا دكتور ابو دهب، كان رئيسا لفريق من الباحثين من جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء، ووصلوا إلى اكتشاف نباتات تؤدي إلى تطهير الأرض من الألغام. دكتور أبو دهب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معي الدكتور ماجد الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي. اهلا وسهلا باستاذنا العظيم. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. كان لك مشروعا بحثيا مع فريق من الباحثين، الى ما وصلت؟ الو. الدكتور ابو دهب، كان لك مشروعا بحثيا. ايوه والله، انا كان لي الشرف ان انا اقدم مشروع بحث للاكاديمية عن استعمال نباتات الزينة في تطهير الالغام في الساحل الشمالي، واخذ الاجراءات يعني حوالي من الكلام ده من مدة 4 سنوات، وراح اللجنة في الاكاديمية وبعدين قالوا لي ان هو حطوا رقم 8 على توفير الميزانية، ولحد الان ما ظهرتش اي حاجة. حضرتك يا فندم قدمته في كان الكلام ده في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ولا كان في الأكاديمية البحث العلمي؟ أكاديمية البحث العلمي. طيب كان بتقدم تبع إيه حضرتك بالظبط في الأكاديمية؟ أنا كنت مقدمه تبع كلية الزراعة جامعة القاهرة. طيب وحضرتك لغاية اللحظة دي ما عرفتش إيه اللي تم؟ يعني هو قالوا لي إن هو وافقوا عليه بس حطوا رقم عشان توفير الميزانية. يعني حتى الآن يظهر ناسا أو حاجة بقى يمكن دلوقتي أكثر 4 سنوات. تمام. يبقى أكيد حضرتك لما هو نجح بس التمويل اللي كان موجود كان يكفي عدد معين من المشروعات، ما كفاش
ان حركه الترتيب ما كانش واصل. عليهم حركه انا هشوف الموضوع ده واشوف هو يعني ايه الوضع بالنسبه له. الله يكرمك يا فندم، على حضرتك ان شاء الله. الله يكرمك ويخليك لنا ويخليك لمصر كلها. دكتور ابو دهب الف شكر. اعود الى المشروعات العملاقه التي تساهم فيها الاكاديميه. لو جينا حضرتك نتكلم على الثروه السمكيه مثلا، احنا الثروه السمكيه في مصر احنا بنستورد سمك، لازم نعترف بالحقيقه، رغم ان عندنا يعني سواحل العالم بيحسدنا عليها، آلاف الكيلومترات من البحر المتوسط وآلاف الكيلومترات على البحر الأحمر. بس تنميتنا السياحية اللي تمت على السواحل أدت إلى تغيير البيئة السمكية الموجودة، الأماكن اللي السمك بيحط فيها البيض بتاعه. فبالتالي احنا لازم ندخل النهارده بتقنيات عالية جديدة تسمح بهذا الموضوع من غير ما تكون ملوثة للبيئة، وده أهم شيء، لان احنا بنحافظ على المصادر الطبيعيه الموجوده. زي ما حكيت لحضرتك كده، بحيره البردويل من انقى بحيرات العالم، فلازم نحافظ على البيئه وفي نفس الوقت نقدر نطورها ونزود الثروه السمكيه. فده من احد اهم المشروعات اللي احنا مهتمين بيها. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفق العلماء كلهم الموجودين عندنا ان هم يقدروا ياخدوا الامهات ويطلعوا منها البويضات، ويقدروا ان هم ينتجوا الدوره كامله لغايه لما نوصل الى السمك النهائي، وبعلف مصنع محليا، ويقدر ان هو يعلي كميه اللحم الموجود داخل السمك نفسه بدون اضافه اي محفزات ولا اي مثبطات ولا اي شيء من هذا النوع، يعني شكل طبيعي كامل، وفي نفس الوقت تاثيره على البيئه قليل. احنا التجارب دي اللي تمت في معامل حولناها الى تجارب صناعيه ونجحت، والحمد لله نزلناها الى السوق، وبنحاول ان احنا نطبقها حاليا في الاقاليم المختلفه اللي يكون فيها هذا النشاط. بنبدا باكبر حته الموجوده زي ما قلت لحضرتك في بحيره البردويل، ثم نعود الى البحيرات الاخرى اللي فيها تلوث، اللي فيها مشاكل، ونحاول ان احنا نحل مشاكلها، وفي نفس الوقت نطور التكنولوجيا الموجوده فيها عشان الناس تستفيد، وفي نفس الوقت نزود الانتاجيه بتاعه الثروه السمكيه. بالنسبه لمنطقه الساحل الشمالي، الغرض الكبير منها هو الاستفاده من كل الموارد الطبيعيه الموجوده عندنا في الساحل الشمالي. مساحتها نحو 2 مليون و2 من 10 مسطح كبير. حضرتك عندك كمان في منخفض القطاره الموجود في النص. منخفض القطاره الموجود منخفض يعني ربنا حباه لينا، ومنخفض يعتبر من اعمق المنخفضات على مستوى العالم، ويعتبر الثاني في افريقيا. عمقه 130 متر تحت سطح البحر، وفي نفس الوقت كان التفكير ناحيته ان احنا ندخل ميه البحر عليه، ولو دخلت ميه البحر عليه عشان نولد طاقه، وده كان هو المشروع دائما التفكير بيتم فيه. ده كان هيؤدي الى مشاكل جامده جدا، لان ميه البحر ممكن تتسرب الى الدلتا وممكن تنزل الى المياه الجوفيه. لكن التفكير الحديث حاليا ان نعمل عمليات تحليه لميه البحر، تحولها الى ميه عذبه، وتقدر بالتالي تزرع بيها الزراعات اللي انت عايزها، وما يتبقى ممكن يروح للمنخفض ويقدر يولد طاقه. فده التفكير اللي هو حاليا بتتبناه أكاديمية البحث العلمي من خلال المشروعات اللي هي بتقدمها في هذا المجال، عشان نقدر نعمل تنمية للساحل الشمالي. وزي ما احنا عارفين حضرتك ان المساحة اللي موجودة في سيناء ممكن تستوعب من 3 ل 5 مليون بني آدم، اما الساحل الشمالي لو تم تنميته بقوة ممكن يستوعب من 25 الى 30 مليون نسمة. فرقم كبير يسمح بان حضرتك تعمل طفرة كبيرة وتنمية كبيرة، خاصة ان احنا بنلتهم كل سنة 33,000 فدان من أجود الأراضي، ودي حاجة الحقيقة بتحزن البني آدم بشكل كبير، لكنها غصب عنها محتاجة تتوسع، ومحتاجة أنها تنمو، ومحتاجة توجد أماكن لأولادها. فبالتالي إحنا محتاجين نتوسع في المناطق الصحراوية، بس نوجد فيها الإمكانيات اللي تقدر تسمح التنمية بشكل كويس. هناك الدكتور أبو دهب كما تحدث سلفا في مداخلته مع الدكتور مجد الشربيني عندما يقول أن هذا البحث أو المشروع البحثي منذ 4 سنوات وملقم في الأدراج، ويمكن أن يصل إلى تطهير نحو 2.2 مليون فدان في مصر. خلينا حضرتك نكون واقعيين. النهارده أنا مثلا أعلنت عن، طبعا هو بيتكلم من 4 سنين يعني قبل أنا أمسك الأكاديمية، لكن أعلن عن مشروعات. فالنهارده التمويل الموجود مثلا وليكن مليون جنيه، كل مشروع هياخد 100,000، فأنا بالتالي حدي 10 مشروعات من الفلوس اللي عندي. احنا بنعمل اهم شيء النهارده موجود ان المشروعات تتنافس ما بينها وبين بعضها، فممكن في الوقت اللي قدم فيه المشروع ان التنافس قوي جدا وترصت الناس كلها بالترتيب. خط التمويل وقف عند رقم 8، هو كان رقم 9، هو غصب عنه ما قدرش يدير. لكن تطوير الالغام في الساحل الشمالي يمكن ان تتحول الى مشروع قومي. مؤكد. هو برضو يعني احنا لازم ننظر للموضوع
في يعني البعد السياسي والبعد التنموي، مش بس بالبعد البحثي. عشان كده قلت له ان احنا نرجع للملفات ونشوف ده تم تقديمه فين وفي اي برنامج، لان في برامج متعدده بتقدمها الاكاديميه. فان شاء الله هنشوفه ونشوف كمان امكانيه، واذا حتى ما لقينا ان المشروع دوت كان في وقتها يعني ما خدش نصيبه او ما قدرش ياخد التمويل، في عندنا فرص تمويليه في الوقت الحالي هنقول له عنها ونقول له يجي يقدم فيها ونقدر ان احنا نعملها. لكن احنا دايما كل تمويلنا الموجود بيقع تحت اطار تنافسي ومعلن للجميع، وبنقدر نخلي الناس كلها تقدم على اساسه وتبدا ان احنا نقدر نستفيد قبل التصوير تحدث الدكتور ابو دهب معي وقال ان حزب الاحرار قد تواصل معه ليدعم هذه الفكره وهذا الامر وهذا البحث. من الممكن طبعا حضرتك احنا النهارده في عندنا كثير من الاحزاب وكثير من مجتمعات او مؤسسات المجتمع المدني بتهتم بالبحث العلمي، ممكن انها تموله، واحنا بنشجع هذا. يعني احنا لما يكون النهارده في اي جهه من الجهات بتدعم البحث العلمي عمرنا بنقول لها لا، لو قدرنا نساعد احنا كمان بنساعد. احنا بنشارك مع مؤسسه مصر الخير في دعم منح الطلاب، في النشر العلمي، في برامج خاصه بالابتكار زي حلولنا بعقولنا. احنا بنمد ايدينا زي ما قلت لحضرتك في الاول عشان نوصل الى 2% من الدخل القومي. محتاجين المجتمع المدني انه يدعم، محتاجين القطاع الصناعي انه يدعم. من غير دول عمرنا ما هنوصل ابدا الى الرقم اللي هو هذا يعني ان هناك عديد من براءات الاختراع ما زالت مصريه، ما زالت موجوده في الارض. بس حضرتك النهارده قلت الارقام، يعني قلت دلوقتي 321 براءة اختراع، 91% من 321 براءة اختراع في السنة أجانب. كم هناك براءة اختراع الإسرائيلي؟ على مدى مكتب البراءات عندنا من سنة 49، على مدى المدة دي كلها أعتقد أنا شخصيا ما مضيتش على ولا براءة لشركة إسرائيلية من ساعة ما مسكت الأكاديمية. هذا بالنسبة للدكتور مجد الشربيني. قبل الفترة ديت أعتقد كل اللي عملوا أعتقد 27 أو 23 براءة اختراع إسرائيلية. وحضرتك مش لشركة إسرائيلية شغالة في مصر. هو عايز أقول لك نفهم الأول حضرتك إيه الهدف من براءة الاختراع؟ يعني ليه شركة صناعية تيجي تقدم في الأكاديمية تاخد شهادة براءة اختراع؟ لأن حضرتك لو هو بينتج منتج في مصر خايف عليه إنه يتسرق، خايف على إن منتجه اللي عمله دوت والملكية الفكرية بتاعته يحصل فيها حاجة، فبالتالي بيقدم على براءة اختراع يحميها لمدة 20 سنة داخل مصر. زي ما بيعمل عندنا بيعمل في كل دولة هو دخل المنتج بتاعه فيها لازم يقدم وطني ويقدر انه يدي حماية لنفسه فيها. ليه؟ لأن الشركات الأجنبية بترعى بقوة وبتحافظ على ملكيتها الفكرية. احنا المنتج ده والثقافة دي مش موجودة عندنا. ان احنا دايما بنفكر ايه؟ منتج وخلاص. ما تحاولش ان انت تعمل فيها تصرف عليها فلوس، لا، لازم نصرف عليها فلوس، ولازم نهتم بملكيتنا الفكريه، ولازم نهتم باصولنا وتراثنا. ما ينفعش ان احنا نسيبه لحد عشان ما حدش يختطفه منك. لما حضرتك بتحافظ على الملكيه الفكريه انت حضرتك بتحافظ على اصولك، فلازم مهم ان احنا نحافظ على الكلام ده. عشان كده احنا عملنا عديد من المبادرات نحاول نخلي نسبه البراءات الاختراع المصريين وطلباتهم ترتفع. خلال ال3 سنين اللي فاتوا زادوا من 9% إلى 33%. بس هل الأرقام اللي احنا بناخدها ديت 2000 أو 3000 طلب في السنة اللي بيطلع منهم 300 أو 500 براءة رقم يساوي 90 مليون بني آدم في مصر؟ رقم هزيل. حضرتك قلت دلوقتي حالا دول زي ماليزيا سنغافورة 5 ملايين حققت 5609 براءة اختراع. في ايه؟ يعني بنتكلم في أعداد كبيرة جدا. عدد دولة زي اليابان زينا بتقدم نص مليون في السنة. احنا لسه قدامنا شوط كبير، بس النهارده ما نقولش نمرة واحد حضرتك ما نخفيش المشكلة، لازم نعلنها ونقول ان دي مشكلة، ولازم نقول ان احنا لازم نهتم بهذا الموضوع، لازم نهتم بالبحوث، نهتم بالنشر العلمي، ونهتم بالبراءات، ولازم ندعمهم احنا كحكومة ازاي يعملوا طلب براءات بشكل جيد. لان برضو احد المشاكل الرئيسية بتاعتنا هي انه بيجي بيقدم لك الطلب ومش عارف يكتبه ازاي، فبيخفي معلومات وبيحط جزء من معلومات ويبقى متردد، فبالتالي لما يجي لك الطلب ناقص وانت بتفحصه يبقى بالتالي هيسقط، فيدخل في مشاحنات وقضايا وتظلمات ويقعد سنين. لكن لو احنا عملنا له، عشان كده عملنا له مكتب اسمه مكتب خدمات المخترعين. المكتب ده يوضح له الرؤية صح، يوضح له ايه المطلوب يتقدم منه، يوري له قواعد بيانات يفحص بيها بنفسه زي اللي احنا نفحصه من عندنا، فيعلي فرص نجاحه. النهارده المكتب ده موجود في الأكاديمية، لكن احنا النهارده في الفترة اللي جاية دي
بننشر المكتب ده داخل كل الجامعات والمراكز البحثيه عشان نخلي ان الخدمه موجوده في مكانه، مش موجوده لازم يجي لغايه الاكاديميه ولا مظاهرات، يقدر يعملها فين؟ في مكانه هو هناك. لكن ترى لماذا يحجم الشباب دائما من القدوم الى اكاديميه البحث العلمي تسجيل براءته؟ نمره واحد سوء السمعه السابقه، ان هو الحاجه هتتسرق. نمره اثنين ان هو حاسس انها هتاخد لها 6-7 سنين، حاسس انها مش هتاخد حقها، حاسس انه هيتظلم. كل هذه اسباب وجيهه للشباب. اكيد لو هو تيقن الاسباب ديت انها كانت موجوده وكانت حقيقيه، وجزء كبير جدا يعني هقول لك حاجه بسيطه جدا. الطلب في اليابان، معدل قبول الطلب في اليابان بس عشان بقى ايه؟ عشان 500,000 طلب 7 سنين. الحصول على البراءه في اليابان بياخد 7 سنين. انا لما جيت الاكاديميه كان 6 سنين. النهارده احنا 36 شهر. من 6 سنين الى 36 شهر نزلنا 3 سنين. اقل معدل في العالم ممكن نوصله هو 28 شهر. فالتحدي بتاعنا اللي جاي نوصل من 36 الى 28 شهر. لان القانون الملكيه الفكريه بيمنع فحص الطلب قبل 12 شهر عشان الاسبقيه. فانت عندك 12 شهر ما تقدرش تعمل فيهم حاجه. بعد ال 12 شهر تبدا تشتغل على الطلب. وفرنا قواعد بيانات من احدث ما يمكن لكل الفاحصين الموجودين. دربنا الفاحصين الموجودين. عمل طفره كبيره جدا في مكتب البراءات. ده ادى الى ان مصر النهارده مكتب البراءات المصري اصبح السلطه رقم 14 على العالم، بتدي حمايه مش وطنيه بس لمده 20 سنه، لكن تدي حمايه في 142 دوله عن طريق البراءه الدوليه. قفزت مصر في العام 2009 من الرقم 112 الى الرقم 14. لا هي حركه. هي المكتب نمرة 14 في العالم اللي توافق له من المنظمة الملكية الفكرية العالمية إلى إنه يكون سلطة فحص وبحث للبراءات الدولية اللي تدي حماية لمدة 30 شهر في 142 دولة. ده يساعد الباحث إنه ياخد الحماية دي إلى أن يعرف هو فين السوق اللي هيشتغل عليه. عرف إن السوق بتاعه في السعودية يروح بقى يسجل هناك وطني. عرف السوق بتاعه في امريكا بيروح يسجل هناك وطني، لكن خد حمايه لمده 30 شهر حتى يقرر هو هيشتغل فين. لكن احنا المكتب النهارده كسلطه على مستوى العالم هي زي ما قلت لك نمره 14، لكن احنا نعتبر من المكاتب المتوسطه وليست المكاتب الضخمه زي اليابانيه والامريكيه والصينيه والكوريه واليابانيه. هم دول اكبر مكاتب في العالم الخمسه الكبار. احنا نعتبر من المقاس المتوسط. كل الدول الاخرى تلينا، يعني كل الدول العربية وكل الدول الأفريقية قطر تلينا بكتير. احنا أكبر مكتب في المنطقة كلها. احنا عندنا قطر المركز الأول عالميا في مؤشر جودة المراكز البحثية. حضرتك القطريين عددهم كم واحد؟ كبلد كسكان 300,000 380,000. حضرتك بتتكلم على 90 مليون بني آدم هنا. احنا قوة كبيرة لا يستهان بيها. سيب حضرتك من الفلوس، العقل البشري، الإنسان المصري. عشان كده معجب باسم برنامج حضرتك أنا المصري. لازم نعتز بيه. لازم يبقى عندنا ده شيء قوي. هو ده اللي بيدينا الحماسة، اللي بيخلينا بنعمل. احنا بنقول احنا عندنا مشكلة في البراءات، عندنا إمكانيات، عندنا كل الحاجات الموجودة في منظومة البحث العلمي. المؤشر جودة مراكز الأبحاث تختلف عن براءات الاختراع؟ اكيد ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. حضرتك ذكرت ان احنا مكاننا ال100 وكسر في البحث العلمي، لان ما هياش العمليه تمويل، لكن هي مراكز بحثيه وجامعات صرف قد ايه، مخرجات بتطلع ازاي، قد ايه نشرات علميه، قد ايه عدد البراءات، قد ايه عدد النماذج، قد ايه تاثيرك في الاقتصاد، قد ايه مقدار التنافسيه. لما تجمع الحاجات دي مع بعضها اللي فيها عوار بقى جامد يلاقي موقعك قليل. نيجي نتكلم عن النشر العلمي مثلا اللي هو الابحاث اللي بتنشر. مصر الفتره اللي فاتت دي في ال4 سنين اللي فاتت قفزت من 4200 نشره علميه في السنه الى 16,000 الى 16,000 نشره علميه. دي حاجه ضخمه جدا، 4 أضعاف. وده نتيجه المجهود اللي احنا عملناه في نقل البحث العلمي او النشرات العلميه المحليه، المجلات المحليه الى مجلات دوليه العالم يسمع عنها. لما ده بنعمله مجهود بنعمله بيعلي الرانك بتاعنا. فاحنا حاسين ان احنا عملنا اقصى ما يمكن عمله في هذا المجال. الفتره الاخيره تركيا وايران كانوا سابقنا بكتير جدا، كانوا 4 أضعاف اللي بتنشره مصر، رغم ان عدد سكاننا زي ما قلت حضرتك 90 مليون. النهارده احنا قاربنا منهم نتيجه المجهود اللي احنا عملناه ده.
ففي النشر العلمي تقدر تحط على مصر علامه صح كويسه صحيه. لكن في براءات الاختراع لا، لسه قدامنا وقت كبير. لازم نظهر البنيه التحتيه، ولازم نعمل مبادره. عشان كده عملنا مبادره مبتكرون. دي سنتحدث عن مبادره مبتكرون عشان دي تقدر تساعد. لكن ما هي مبادره مبتكرون؟ ما انا كده احنا وضحنا ايه السبب اللي خلانا نعمل مبادره مبتكرون. احنا عملناها عشان نهز المجتمع ككل ونقول له خد بالك لازم الابتكار او عنصر الابتكار مهم جدا للمجتمع الفتره الجايه. انت حضرتك عندك 3 عناصر لازم الدوله تهتم بيهم: تعليم، ثم بحث علمي، ثم ابتكار. تعليم مشاكله كتير حضرتك عارف، وطبعا دي ممكن نعمل حلقات لوحدها. البحث العلمي بنتكلم فيه، الابتكار هو اللي بينقل البحث العلمي الى المخرج النهائي. فكل الشركات لازم يكون عندها ابتكار. الثقافه دي ما كانتش موجوده. لازم كمان نخلي المجتمع من اول اطفالنا لغايه اكبر شركه يعرفوا يعني ابتكار. فعشان كده عملنا مبادره مبتكرون. بدانا بيها في القاع بتاعها خالص، بنسميه جراس روت انوفيشن او الابتكار من القاع. حضرتك عارف ان احنا عندنا 80% تقريبا من الصناعه بتاعتنا المصريه عددا، مش هنقول كميه كدخل يعني، بيبقى بنسميها صناعات اللي هي تحت السلم، الصناعات الغير رسميه، الورش الصغيره. الورش الصغيره دي فيها كم هائل من المشاكل ممكن يحلها البحث العلمي. فاحنا سمينا المبادره اسمها توك توك انوفيشن او الابتكار عن طريق التوك توك، مبادره التوك توك. ايوه. ومش هدفنا ان احنا نصنع توك توك، لا، هدفنا ان احنا نستعمل التوك توك في ان يروح للاماكن في العشوائيات وفي الاماكن الشعبيه دي ويوصل لغايه الورشه. وبيكون الجهاز عربيه التوك توك دي احنا عملناها بشكل جديد، بتمشي بالطاقه الكهربائيه مش بالبنزين، وبيبقى فيها معدات من جوه تسمح بحل بعض المشاكل. اذا الورشه الصغيره دي ما عرفتش تحل المشكله نبعت ورشه اكبر شويه. اذا ما عرفتش تحل يا رخر المشكله نبدا نقول له طب ناخد المشكله دي ونوديها مركز من المراكز البحثيه في الجامعات او المراكز البحثيه بحيث انها تحل لك الموضوع ونرجعها تاني للورشه دي. فبالتالي نقدر نساعده في ان هو ينمي صناعته الغير رسميه الى صناعه رسميه، ويحافظ على الصناعات التقليديه اللي عندنا اللي بدات تندثر، اللي مصر كانت مشهور بيها بالكفاءه فيها، الحرف اليدويه، المشاكل الموجوده عندنا. تعديلات بسيطه ممكن تعمل طفره، كله عن طريق مبادره التوك توك. الجزء الثاني في المبادره هو طلاب المدارس. احنا بنتعاون مع وزاره التربيه والتعليم بقوه ان احنا نعمل معامل بنسميها فاب لاب او فابريكيشن لاب. والحقيقه في الحته دي انا لازم اقول ان في بص حضرتك بقى ازاي ممكن تبني ابتكار على ابتكار. ففي مكن بنجيبه من الخارج، المكن ده بتحط حضرتك فيه رسمه ترسمها بايدك، اي تلميذ اي طالب يرسم رسمه نحطها جوه الجهاز يطلعها لك على شكل ثلاثي الابعاد، تخيل، فيبدا يعمل تخيل، بيخلي عنده نزعه الابتكار. فالمكنه دي بنشتريها من بره ب4 مليون جنيه. مجموعه طلاب مصريين من هندسه قدروا يصنعوا هذه المكنه ب50,000 جنيه في مصر، وبداوا يعملوا منها نسخه مصغره للاطفال الصغيرين في المدارس الصغيرين ب10,000 جنيه. احنا بندعم حاليا الطلاب دول ان هم عملوا شركه ونخليهم يعملوا هذا الجهاز عشان نوزعه داخل المدارس، ويبقى في امكانيه ان انت من الاطفال وهم صغيرين حضرتك تعلمهم العلم بشكل جيد، توفر لهم افلام ثلاثيه الابعاد. لكن بعض المدارس ستحتفي بهذا الجهاز باعتباره نموذج للمشاهده فقط. ممكن حضرتك انه ياخده على انه شيء مهم بالنسبه له، وتبدا المدرسه تحول مناهجها على هذا الكلام، وده اللي احنا بنحاول نعمله مع وزاره التربيه والتعليم، بنساعد معاهم. لان الحقيقه هل كان هناك حوارات ما بين وزاره التعليم واكاديميه البحث العلمي على ان تقوم الوزاره بتوعيه المدرسين وتوعيه الطلاب ايضا باهميه هذا الامر؟ عاملين معاهم برنامج الحقيقه، وبداناه على شكل صغير وبدانا نتوسع فيه، لان احنا دايما نبدا صغير ونكبر، وفي نفس الوقت نحاول نعمل النموذج الاولي. هدف الاكاديميه دايما عمل النموذج الاولي، ثم بعد ذلك تقوم الوزاره المعنيه بدورها او المجتمع المدني او الصناعي ان هو ياخد المبادره ويبدا يتبناها ويبدا ينشرها. لان احنا كدورنا كاكاديميه ما يسمحش ولا امكانياتنا تسمح ان احنا نعمل 48,000 مدرسه. ما زلنا نتحدث عن مبادره مبتكرون. تمام. العناصر الاخرى، العناصر الثالثه، العنصر الثالث هو مشروعات التخرج. مشروعات التخرج لطلاب الجامعات خاصة هندسة وعلوم الحقيقة مهم جدا، لأنه الوقت اللي فيه الطالب في الدراسة وبيعمل مشروع التخرج بيبقى بنسميها البرايم تايم بتاعه، أو الوقت اللي فيه ذروة من ناحية التفكير ومن ناحية الابتكار. فاحنا الحقيقة بنساعد بدوت، ودينا ندي تمويل يوصل لغاية 20,000 جنيه، ولو اشترك مع أكتر من مجموعة مع بعض يبقى نديهم 100,000 جنيه
يعملوا مشروعات تخرج يحلوا بيها مشاكل جايه من الصناعه. ده يوجد فرصه ليه للعمل بعد ما يخلص، يلتحق بالشركه الصناعيه اللي هو ابو جدلها الابتكار، يا اما يبدا يفتح شركه لنفسه بعد ما يتخرج ويطلع من جامعته. فده شيء مهم جدا احنا نعتني بيه. احنا عملنا مبادره السنه دي والحقيقه كان الاقبال عليها كان كويس جدا. عندنا حوالي 500 طالب عاملين مشروعات التخرج بتاعتهم، مشتركين في حوالي 100 مشروع، وان شاء الله هنشوف نتائج ليها قويه قوي. وفي نفس الوقت احنا بنديهم تعليم ودورات تدريبيه تعلمهم ازاي يعملوا البيزنس بتاعهم او الشركه بتاعتهم الصناعيه بعد كده، فنساعدهم لان هو ده الوقت اللي بيطلعوا فيه الى السوق ويبداوا يشتغلوا. ومبادرة العبقري المصري، العبقري المصري احنا قبل العبقري المصري في مبادره ثانيه اسمها حلولنا بعقولنا. بالضبط. حلولنا بعقولنا دي هدفها انها تاخد الفكره او البراءه، لان حضرتك النهارده لو خدت شهاده حميت الملكيه الفكريه بتاعتي وده كويس، لكن ما حولتهاش الى نموذج ابدا اسوقه. فالنهارده الفكره ان احنا نساعده بتمويل يقدر من خلاله يعمل النموذج الاولي. التمويل بتاع حلولنا بعقولنا 250,000 جنيه ويقدر ان هو يعمل بيه النموذج الاولي. وعشان نوفر له هذه الامكانيه الحقيقه عملناه مع مركز اسمه مركز التميز العلمي اللي موجود في القوات المسلحه، عنده تجهيزات عاليه جدا واجهزه حديثه جدا بحيث انه يقدر يعمل هذا الكلام معاه. لو عمل النموذج الاولي واصبح ليه سوق محتاجه، مصانع الانتاج الحربي موجوده في 28 مصنع يقدروا ان هم يساعدوه في الانتاج كمان، فالدوره كده بتتقفل، يتبقى بس هو التمويل وده احنا مش هنقدر نساعد فيه، لازم بنك او مستثمر يساعد في هذا الموضوع. فانا عشان كده من خلال برنامج حضرتك بدعو الناس وبدعو المجتمع وبدعو رجال الاعمال وبدعو الجمعيات الاهليه ان هم لما يلاقوا حاجه ليها قيمه تفيد المجتمع يساهموا في تمويلها ويقفوا جنب شبابنا عشان يقدروا ان هم يعملوا الشركات بتاعتهم بعد ما لكن ما هي حزمة الحوافز التي يمكن ان تقدمها الدولة للقطاع الصناعي؟ المفروض الاهتمام بالبحث العلمي. يعني حضرتك هندي دوله مثلا لدوله قريبه منا جدا، الاردن. الاردن النهارده 30% من تمويل البحث العلمي جاي من القطاع الصناعي. طب دي ازاي؟ قانون طلع وقال ان 1% من نسبة دخل الشركة، اي شركة صناعية موجودة يتحول الى صندوق يصرف على البحث العلمي للشركات الصناعية دي. المبلغ ده 1% ادى الى اصبح في عندهم صندوق كبير فيه ملايين الدولارات بيصرف على البحث العلمي بقوة. ولماذا لم تطالب الأكاديمية طلبنا بهذا مؤسسة الرئاسة؟ لا هو ضرورة احنا طلبنا بده او الحكومة بضرورة، طلبنا بده حضرتك، بس هو هيتعمل من خلال قانون البحث العلمي اللي هو في اطار الاعداد حاليا بتقوم به وزارة البحث العلمي في الوقت الحالي وبتحاول انها تقدمه. لكن طبعا حضرتك عارف اجندة التشريعات اجندة طويلة، لكن ملامح هذا المشروع اعتقد ان هيكون في حوافز قوية، المفروض يكون فيه يعني حوافز قوية للشركات الصناعية، يدي الحرية للباحثين ان يعملوا شركات عشان ينطلقوا، لان في عوائق كتيرة، عوائق في الشراء، عوائق في المناقصات، عوائق بتوقف البحث العلمي. كل الكلام ده لازم القانون يتعامل معاها بحيث يفك هذه القيود ويقدر يعمل انطلاقة كويسة. وما بنخترعش العجلة، احنا بنشوف اللي اتعمل في الدول الاخرى ايه وايه اللي ادى للقفزات اللي حصلت عندهم واحنا بتمنعنا ونقدر ان احنا نطورها بشكل قوي. نعود الى مبادرات العبقري المصري. العبقري المصري، العبقري المصري بقى احنا حضرتك بنقول فيها احنا عايزين فكرة واحدة او فكرتين في السنة. الفكرة دي تبقى فكرة عبقرية بحيث انها تبقى ليها مش سوق محلي بس، لا سوق دولي. الفكرة دي لو نجحت واثبتت انها ممكن نكون يعني قابلة ان احنا نمولها، الاكاديمية بتقف جنبها الى ان تصل الى العالمية. مش مهم التمويل قد ايه، مش مهم المدة الزمنية اللي ناخدها مع بعض، وهنساعده بكل قوة اوتينا بيها نقدر نساعده بيها ان احنا نوصله لده، لان احنا عايزين نخلق رول موديل او شاب يبين لنا ان هو، وعندنا مجموعة حاليا شغالة وهنعلن عنها قريبا مين هم العباقرة المصريين بعد ما يكون في ايديهم الحاجة تنجبل ان شاء الله. العباقرة المصريين في الخارج عندما حاولنا الاستفادة منهم جئنا بالدكتور زويل فادخلناه في مفحمة جامعة النيل. يعني الظروف والملابسات ونقول عليها محاذير سياسية زي كذا، يعني الحقيقة كعبلة الدنيا خالص في الموضوع ده. يعني رؤية الدكتور مجدي الشربيني لحل هذه الأزمة؟ أنا أعتقد أن القضاء يعني قضاء أمره دلوقتي حاليا، المفروض بقى يعني بحكمة وتروي نفك الخيوط ونحافظ على المشروعين بقوة وندعمهم، لأن مصر تحتاج إلى مش مشروع واحد زويل، عشرات المشروعات زي زويل. نأتي إلى ما قلته أن الحملة القومية للقمح ستحقق الاكتفاء الذاتي.
لا احنا انا شخصيا ما بقولش احنا نحقق الاكتفاء الذاتي في الوقت الحالي، لكن ان حضرتك المفهوم بتاع الحملات القوميه هو الترجمه الحقيقيه للبحث العلمي على ارض الواقع. لان احنا بناخد العلماء بيقفوا مع الاخوه المزارعين والفلاحين ويحللوا مشاكلهم على ارض الواقع. ده بيؤدي الى زياده في الانتاجيه، والمؤشرات اللي قدامنا في الوقت الحالي واضحه وصريحه. يعني النهارده انا ساعه لما بدانا الحمله كانت مصر بتنتج 7.5 او 7.8 مليون طن في السنه. السنه اللي بعدها ما بدانا الحمله بقت العمليه حوالي 9.3. السنه اللي بعدها لا اسف 8.3 ثم 9.5. والسنه دي نتمنى الخير ان شاء الله، لسه بموسم الحصاد في اوله نتمنى. لكن طبعا ما هوش الموضوع مجهود العلماء اللي بيشتغلوا والدعم اللي بتقدمه الاكاديميه بالتعاون مع وزاره الزراعه والارشاد الزراعي والعلماء المصريين كلهم، لكن ايضا سياسه معاها. الدوله تعلن عن سعر القمح قبل الزراعه، ده سياسه ممتازه. الدوله تحاول انها تحصد كل ما يمكن وتحطه عندها بدل ما تستورد، توفر السولار، تقف مع المزارع، تشيل كل العوائق اللي بتقف بتعوقه. هو ده رافقت الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة في رحلته في جولته إلى محافظة الشرقية لتدشين موسم حصاد القمح. تمام. كان نحو يومين، منذ عدة أيام كنا رحنا هناك، وكان الحقيقة يعني كنا قاعدين في خيمة، والخيمة كان في جنبنا غيط معمول بطريقة الإرشاد اللي احنا بنوقف فيها العلماء واشتغلوا معاه، وكانت محقق إنتاجية 33 إرداب للفدان، وجنبه غيط تاني عملوا نفس الفلاح بالسلالة بتاعتنا بس بطريقته هو، محققها حوالي 26، وبعدين جايب سلالة تانية خالص موجودة وكان محقق بيها 21. فاحنا ورينا المثال واضح قوي انك لما تستخدم البحث العلمي وتستخدم الطرق اللي احنا بنقول عليها انتاجيتك هتعلى ونقدر نوصلها بشكل جيد. لان الحقيقة الحملة بتقوم على مفهوم ممتاز. يعني بتروح للفلاح تقول له انت عندك 3-4 فدادين، احنا هنخليك تاخد فدان منهم ونقول لك الطريقه تشتغل بيها بالظبط، هنديك التقاوي الجديده بتاعتنا ونقف معاك في السماد وتزرع بالطريقه اللي اقول لك عليها. لو الانتاج بتاعك هنا قل عن الباقيين هنديك الفرق فلوس، لو الانتاج زاد حلال عليك. المتوسط العام على 2000 حقل ارشادي اللي اتعمل على الجمهوريه ادى الى زياده ما بين 25 ل 30% في الانتاجيه، وتقليل في كميه المياه المستهلكه من 20 ل 25%، وزياده في دخل الفلاح من 30 ل 40%. لكن هل قمت بصحبة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بزيارة قرية الصنافين مركز منيا القمح؟ أنا الحقيقة لا، أنا كان دوري كان يوميها الافتتاح بتاع موسم الحصاد، وكنت موجود في الخيمة اللي كان فيها الافتتاح. ولكن اعتقد الوزير كان قام قبلها بزياره لمزارع السمكيه في العباسه او حاجه زي كده. لكن كان معي منذ نحو 3 أسابيع تقريبا احد الفلاحين من قريه الصنافين، هو عبد الله عفيفي نصر. تمام. هذا الرجل اكتشف بالعين المجرده عودا للقمح مختلفا عن الاعواد الاخرى، فرعاه حتى نبت وقام بزراعته مره اخرى. يعني اتخذ السلالة هو بنفسه، اتخذ السلالة بعينه المجردة. ورغم أن الإعلام تحدث عن هذا الأمر، ونشدنا من هنا الدكتور صلاح عبد المؤمن لزيارة هذا الحقل للوقوف عليه، الذي يؤكد الحاج عبد الله نصر أنه سوف تصل إنتاجية الفدان إلى 42 أردبا. وهذا رقم خطير يمكن أن يحدث ثورة زراعية ليس في مصر ولكن على مستوى العالم. تمام. أنا أعتقد إذا كان الوزير ما زارش هذا الغيط، لكن من المؤكد أحد أعضاء حملة قومية مؤكد زار هذا الغيط. وإذا كان السلالة ديت ثابتة من ناحية الجينية ومن ناحية انها ما تتحولش وترجع تاني، لان احنا بنشهد بعض الطفرات احيانا، يبقى ده انجاز ضخم جدا ويجب ان احنا نرعاه، ويجب ان احنا الموسم الثالث على التوالي بنفس الوقت، يبقى ده حاجة جميلة جدا الحقيقة ولازم نهتم بيها بقوة. وانا الحقيقة يعني لما ارجع هاخد من حضرتك الاسم ونشوف الغيط بتاعه فين وناخد من عنده ونجرب فيها. يعني ده لازم، لان ده احنا يعني بندور على حاجة زي كده طبعا يعني، بس لازم ناخد عشان حضرتك تبقى عارف كل السلالات لازم تعدي في مراحل مختلفة عشان نضمن ان احنا ما بننزلش السوق. يعني الحملة القومية لا ترعى
اي شيء في السوق الا بعد ما يكون اختبر اختبارات كامله وخد الشهادات السليمه قبل ما ينزله الى الاستعمال، الا تبقى كارثه يعني. كان هناك مشروعا سابقا اسمه مشروع الطريق الى نوبل. لا ده مش موجود عندنا في الأكاديمية، ده كان موجود في المركز القومي للبحوث. كان هدفه انه يحمس الشباب على ان هم يعملوا ابحاث بهدف ان هم ممكن حد منهم يطلع يبقى، اعتقد بس الاسم ده تحول الى مركز التميز العلمي في مركز القومي للبحوث. بعد حصولك على جائزة اليونسكو والتي مرت مرور الكرام لم يدري بها أحد، وهذا ما يؤكد لدينا أن النظرة للعالم لم تتغير. من هنا من برنامجنا المصري نهنئ الدكتور مجدي الشربيني بهذه الجائزة، وخاصة عن مجمل أعماله في الأمراض المتوطنة مثل بالهارسيا والأمراض الكبدية الوبائية. تمام. هل مصر أصبحت بشأن الجائزة، هل مصر أصبحت خالية من البلهارسيا؟ هي أصبحت خالية من البلهارسيا لسببين. أول سبب فيهم إنه مصر تبنت برنامج يعني سيطرة قوي جدا من هم 4 دول في العالم عملوا هذا البرنامج، كنترول بروجرام قوي. كانت البرازيل، الصين ومصر وسنغافورة وفلبين. الفلبين فشل في البرنامج بتاعها وما كملتش. الصين ما زالت مستمرة في البرنامج بتاعها بتاع الكنترول لغاية اللحظة ديت. البرازيل حققت نص نجاح. مصر الحقيقة عملت نجاح كبير جدا كان بيشهد له العالم في هذا الموضوع. ايه النجاح اللي تم عشان برضه نبقى صراحة مع بعض. النجاح احنا كان قبل سنة 75-76 كان العلاج بالهرسة كان بيتم عن طريق الحقن، حاجة اسمها التارتر اميتك. الحقيقة ده الحقن ده ادى الى مشكلة تانية هنعرف عنها بعد شوية، اللي هي الالتهاب الكبد الوبائي، لان ده ادى الى انتشار الوباء بتاع الفيروس سي بقوة. لكن في نفس الوقت لما بدأت الحبوب تتاخد اللي هي برازيكونتيل او الدواء الامن الموجود، ادى لانخفاض البلهارسيا. كان لما بياخد العلاج الولد ياخد العلاج الإقراص ويروح نازل رايح الترعة بعدها بشوية صغيرين. فبدأت الدولة تدور على الأماكن اللي هي فيها نسبة الإصابة عالية وتعالج كل الناس الموجودة عشان تقضي على الدورة. فكانت الكلام ده القرى اللي بتزيد نسبة الإصابة فيها عن 20% يتم علاج الجميع سواء عنده إصابة أو ما عندوش. لما ده حصل نزلوا من 20% إلى 10 إلى 5 إلى 2%. ده أدى إلى أن المرض بدأ ينزل خالص. فوصلنا من أنا أيام ما اشتغلت بالهرسيا في الثمانينات كانت نسبة الإصابة في مصر في بعض المناطق زي كفر الشيخ توصل إلى 90% وأكثر من 90% كمان. النهاردة نسبة الإصابة في البلهارسيا اللي هي الدولية لا تتعدى أقل من 1%، ونسبة للمعوية ما بتزيدش عن 3%. بس مش السبب العلاج بس برضه عشان أبقى صراحة يعني. تلوث البيئة الموجود أدى إلى أن القواقع نفسها مش قادرة تعيش في وسط هذا الكلام. فطبعا ده مع العلاج اللي بتوفره وزارة الصحة بالمجان أدى إلى انخفاض المرض بشكل كبير جدا. تلوث البيئة قتلت البلهارسيا عشان نبقى صراحة يعني. والالتهاب الكبدي الوبائي الذي ينتشر في مصر ويمثل أزمة حقيقية وقوية، ونسبة الإصابة فيه يعني بتزيد من 12-14%، ودي أعلى نسبة في العالم. أكبر دولة في العالم بتبقى نسبة الإصابة فيها لا تزيد عن 1%. احنا عندنا أكبر نسبة، وعندنا النوع معين اسمه جينوتايب 4، وده يعني ليه خصوصية خاصة، لكن فيه بركة أمل كويسة. ربنا ما بيسيبش عباده يعني. فلما بيكون في مرض بهذا الشكل الجسم بيطور المناعة بتاعته بحيث يعرف يقاوم هذا الموضوع. في كل دول العالم نسبة الأشخاص اللي بيصابوا بالمرض الفيروسي سي بيقدروا يخفوا منه تلقائيا ما بتزيدش عن 10-15%. في مصر وصلت إلى 45%. فده مؤشر جيد ان الانسان بدأ يتعافى وتلقائيا، لان بعض المواطنين المرضى لا يستطيعوا الانفاق على العلاج. لا دي كارثة حضرتك. احنا النهاردة عشان نبقى واضحين الصورة عاملة ازاي. تفضل. احنا تقريبا كل سنة الدولة بتصرف مليار جنيه عشان تعالج ما بين 50-60 ألف مواطن مصابين بمرض الفيروس سي. لكن سنويا بيضاف علينا بينجح في علاجهم من نسبة 60 ألف دول أو 50-60 ألف 50% بس هو اللي بيشفوا، والتانيين ما بيشفوش.
لان نسبه العلاج الموجوده حاليا بالدواء الموجود اللي مكلف جدا، اللي اصبح بينتج محليا ونزل في السعر وجامد بتاعه، لكن ما زال بيكلف الدوله مليار جنيه. لكن يقال ان المنتج المحلي سيء جدا. لا، ده الكلام ده غير صحيح. ده حضرتك برضو دي نوع من الدعايه الاعلاميه القويه عشان تحفز، لان طبعا حضرتك متخيل معايا كم مريض بيتعالج، والشركات الادويه يعني ليها مصلحه ضخمه، فطبعا يعني عدد المرضى في مصر بالالتهاب الكلوي ما حضرتك احسبها 12% من السكان. 12% من السكان، يعني بنتكلم في حوالي يعني ما يزيد على 16 مليون. يعني حضرتك لا، احنا قلنا 90 مليون، يعني عندنا حوالي 14 مليون تقريبا مصابين. ودول اللي هم مصابين فعليا بالفيروس، لكن في اكتر من كده اللي هم عندهم بواقي المناعه بتاعت الفيروس، فلما تكشف عليه بالاجسام المضاده تلاقيها موجوده، فما يسافرش بره في اعاره في حته. فالنهارده الامل اللي عندنا ان يعني في اطار البحوث، وقربت ان شاء الله في عندنا ادويه جديده، يعني ان شاء الله نسمع عنها خير قريب، تقدر انها توصل للمرض تقضي عليه مش بنسبه 50% بقى، بنسبه 95%. هي بشرى لمرضى الكلى. بس ما نقدرش نتكلم عليها دلوقتي لغايه لما فعلا تتحقق وفعلا تكون موجوده على ارض الواقع، وساعتها نتكلم عليها. دكتور ماجد الشربيني، هل انت متفائل بمستقبل البحث العلمي؟ اذا لم اتفائل يبقى يجب ان احنا نموت. التفاؤل شيء حيوي جدا لكل انسان. لو بطلنا نتفائل نموت فعلا نموت. دكتور ماجد الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، هكذا سمعتم البحث العلمي ومستقبل البحث العلمي من الرجل الذي يجلس فوق سدة البحث العلمي في مصر، الدكتور ماجد الشربيني، ينهي حواره: إذا لم أكن متفائلا فالأموت. أعزائي المشاهدين، حتى نلتقي يوم الجمعة القادم في مثل هذا الموعد، أترككم في حفظ الله. شكرا يا مصر، فوق راسي يا الناس جميلك تسلمي. شكرا يا مصر، من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي. رب العباد يا ام البلاد يا مصطفى.